في ناس كتير بتفكر إنه التبخير للوجه بس مشان الاسترخاء، بس بالحقيقة هو سر من أسرار نضارة البشرة وتنظيف المسام. لما تعملي تبخير ببخار مي فيها أعشاب طبيعية مثل البابونج أو النعنع أو ورق الغار، المسام بتفتح وبتطلع كل الأوساخ والترسبات يلي بتسد البشرة وبتسبب حبوب. البابونج بيرخي البشرة وبيخفف الإحمرار، والنعنع وبيعطي إحساس بالانتعاش وبيشد المسام. أما الغار فإله قدرة قوية على تطهير البشرة من العمق. كل اللي عليكي تعمليه إنك تغلي شوية مي، تضيفي الأعشاب وتقربي وجهك من البخار وتغطي راسك بمنشفة لتحافظي على البخار. خلي وجهك فوق البخار من 5 ل10 دقايق، بس ديري بالك ما تقربي كتير مشان ما تتحرقي. بعد ما تخلصي غسلي وجهك بمي باردة وسكري المسام، ويفضل إنك تحطي ماسك ترطيب أو طين بعدها، لأن بشرتك بهي اللحظة بتكون جاهزة تمتص كل الفوايد. لا تكتري من التبخير، 2 بالأسبوع كافيين وحتلاحظي فرق واضح من أول مرة. البشرة رح تصير أنعم، أفتح وأنقى، وكل هاد بدون أي كيماويات أو مستحضرات غالية. جربيها وشاركي تجربتك، وخلي الجمال الطبيعي دائماً أسلوب حياتك.